اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم أخواتي، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو يا رب العالمين. إذا الوصفة تاع اليوم هي حلوى جافة، بالأخص في فصل الصيف هذا واش يوالم يعني الأعياد والأفراح بدون شوكولا، والأهم من ذلك إنها راقية في الشكل وبنينة في المذاق. كيما راكم تشوفوا نقسم معاكم الحبة وتشوفوا جا يعني يذوب في الفم، وزاد يعني البنة ولا أروع. إذا ما عليكم غير تشوفوا الفيديو للأخير وتكتشفوا معايا طريقة التحضير. إذا نفوتوا للمقادير وما نساوش نصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام دائما، ونبداو على بركة الله. عندي هنايا كمية تاع 125 غرام مارغرين مع 125 غرام تاع سمن. هنا خلّط، اللي ما توفرش عنده السمن يقدر يستعمل 250 غرام تاع مارغرين وتعطيه نفس النتيجة، يعني جربت الحالتين يعني تمد لكم نفس النتيجة. هنايا وعندكم 125 غرام تاع سكر رطب، 125 غرام تاع مايزينا، 125 غرام تاع كاوكاو رطب والحرش نخليوه باش نزينو به. عندي هنايا شوية ملعقة صغيرة تاع لافاني، قرصة تاع ملح، و3 تاع صفار بيض. أول حاجة نروحو نفصلو الصفار عن البياض. هنا البياض راني نلوح فيه في البول ونوزن فيه. لازم نوزن البياض تاعي باه من بعد نعرف كيفاش نخدم لامورينغ تاعي. قلت لكم نفصلوا الصفار عن البياض ونروح نخلطوا هذيك المارغرين مع الصفار والسكر الناعم ولافاني والملح، نخلطوهم مليح حتى يتكونوا لنا كريمة بيضة. عاد باش نضيفوا بقية المكونات. أكيد لازم نغربوا له السكر كامل، يعني النواشف لازم تتغربل، مايزينا، السكر الفرينة، هنايا أيضًا الملح ولافاني. هنايا قُلت لكم نروح نخلّطهم حتى يتكونوا لنا كريمة بيضاء، ونتخلّصوا من هاذوك الحبيبات هاذوك تاع المارغرين. بما إنه فصل الصيف كي تجبدوا المارغرين تاعكم من الثلاجة، يعني بعد نص ساعة ولا شي تبداو تخدموا بها كي تكون يعني بحرارة الغرفة. وإذا كان شفتوا المارغرين تاعكم سخونة بزاف كي تبداو تخلطوا فيها راهي تزيد تذوب لكم مع الحرارة تاع اليد. من الأفضل تزيدوا تردوها في الثلاجة باش تزيد تحكم شوية روحها، سينو من بعد كي ديروا الفرينة راهو يخرج لكم الليدام من الفرينة وتفسد لكم العجينة. يعني لازم بالأخص في فصل الصيف يعني السخانة وكلش، لازم الواحد يتبع جميع الخطوات باش يعني تنجح له الوصفة تاعو. بعد ما خلّطت هنا نضيف الكاوكاو اللي مرحي، قلنا الخشين خلّيناه أو المتوسط خلّيناه باش نزينو به الحواف تاع الحلوى، وهذاك الرطب نخلطوه. هنايا لحناه بعد المارغرين والبيض باه يطلق النكهة تاعو، نقعدو نخلطو فيه باش الكاوكاو يزيد يندمج مليح مع هذاك الآخر، مع مع المارغرين والسكر باش يزيد يطلق لي النكهة. ومن بعد نروح نضيف المايزينا ونضيف الفرينة. هنا إذا كان لاحظتوا الخميرة الكيميائية ما نديروش في هذه الوصفة، لأنه الخميرة الكيميائية تبزّ لنا يعني الحلوى هذه، ما لازمش نديرو فيها خميرة كيميائية ولو قرصة ما نديروش. نكملوا قلت لكم ندخلوا المايزينا في هذا الخليط ونزيدوا نديروا الفرينة، ولازم العجينة تاعنا تكون يابسة. قلنا نضيفوا هنا الفرينة هنايا ما نقدروش نقيدوا يعني بالوزن تاعها، لأنه يختلف البيض. البيض قادر تطيحوا في بيض كبير، قادر تطيحوا في بيض صغير. هنا المهم قادر تلحق لكم فرينة حتى ل500 غرام. المهم هنا قلت لكم العجينة تجي يابسة قاصحة، وهنايا أنا صراحةً يبستها يعني جاتني يابسة صح. ومن بعد حتى ولو جاتكم يعني نعطي لكم يعني يعني واش يصرالي ليا. هنا إذا كان جاتكم يابسة بزاف ما تخافوهاش، طبعوها عادي وتعاملوا معاها عادي، من بعد كي طيب صدقوني غير تجيكم تذوب في الفم. نجيبو هنايا ساشي، هنايا صراحةً جبت ساشي تاع الخبز،
قطعتها على زوج وبديت حليت هذيك العجينة وبديت نطبع شكل أوفال، وعمرت السنيوات تاعي وخليتهم على جنب باه نحضر الموغانغ. شوفوا كيف قلت لكم يعني حتى تحسوها انها فزدت لكم وهي ما فزدتش. حتى ولو جاتكم يابسه كيما هكا ما تخافوهاش، المهم العجينه لازم تكون يابسه. بعد ما شكلتهم اكيد نروح نديرهم في البلاطوات. دركم نفوتوا لامورانك. هنا قلنا احنا قبل ما نخدموا الكاطو وزننا البياض تاعنا اللي دار لي 100 غرام. يعني هنا في لامورانك ندير 200 غرام تاع سكر حبيبات ولا سكر الحرش. 100 غرام بياض مع 200 غرام تاع سكر حرش. دائما كمية البياض هي الضعف تاع ضعف كمية السكر هي ضعف كمية البياض. ونروحو نديرو قرصة ملح ونديرو شوية تاع لافاني باش تنحي لنا هذيك الرائحة تاع البيض. نخلطو هكا ونديرو حنايا درنا الماء يغلي باش نحطو عليه هذاك البياض، يعني تحت نديرو على حمام مائي باه يذوب لنا هذاك السكر مع البياض. قلت لكم هنا نحطو البياض على الحمام المائي. هنا في العملية هذه لازم تكونوا حريصين جدا وتكون يدكم خفيفة، تقعدوا تخلطوا في هذاك البياض حتى يذوب وما تغفلوش سينو يطيب لكم البياض هنا البول تاعكم ما لازمش يقيس هذاك الماء. تقعدوا تخلطوا حتى تحسوا السكر وقيسوا بيديكم هكا تحسوا السكر تاعكم ذاب. يعني العملية هذه قادر تديكم حتى 5 دقائق 6 دقائق وقادر أكثر. المهم لازم تكونوا يدكم خفيفة. شوفوا هنا الخليط تاعنا جا بيض هكا ناصع وذاب يعني السكر معانا كامل. نروحو نديروه في البول في البيترا ونخليوه يتخلط حتى يشكل لنا مورانك. هنا جبت فوطة بللتها بشوية تاع الماء باش نعود نمسح بها هذاك لادوي باش الوردات يجيو مشرشفين ملاح. قلت لكم هنا جبت كيس حلواني. هنايا شوفوا الكيس اللي راح نخرج فيها، شوفوا كيف جات مسنه. قلت لكم هنايا في لامورانك تقدروا تستعملوا الباتور عادي ولا البيترا. انايا يعني درت بيترا اختصرت عليا. هنا لامورانك تاعي بعد ما وجد نروح نعمر الكيس الحلواني ونبدا نشكل فيه هذوك الغوصات. الفوطه تاعي دائما تكون بلوله وحدايا، يعني كل ما نحس هذوك الوردات ما يخرجوش مشرشفين نروح نمسحهم. شوفوا هنايا نشكلوا وردات كيما هكا. نروحو نمسحو. راكم تشوفوا راني نمسح هنايا في هذوك الآخر باش التشرشيف هذاك يخرج لي. دائما يكون قلت لكم الفوطة دائما تكون حداكم مبلولة باش نقدروا نمسحوا بها مليح. نكمل كامل هذه الخطوات اللي عندي. هنا دوك انا كي راني نخدم هنايا نقدر نشعل الفور تاعي على 180 درجة. وهنايا طريقة الطهي لازم البلا تاعي لازم نطلعو ما نديروش في النص، لازم نطلعو شوية علاه باش طيب لنا هذاك العجينة او ميم طون يزيد يطيب لنا هذاك لامورانغ. كما راكم تشوفوا هنايا لامورانغ ما يعني العجينة راهي خضراء وراني ندير عليها لامورانغ كي يطيبوا كامل مع بعضهم. على هذه هنا ما درناش الخميرة والعجينة تاعنا لازم تكون يابسة باه ما يفزلناش الشكل تاع الصابلي. كي نلوحوه يطيب ويعود يكبر ولا يتبدل الشكل تاعو يروح هذاك الشكل تاع هذوك لي غوزاس تاع لامورانغ يفزولنا. على هذه ما درناش الخميرة والعجينة تاعنا درناها يابسة. لازم تتبعوا جميع هذه الخطوات باش تصلح لكم الوصفة.
نكمّلهم كامل ونروح نطيّبهم، قُلت لكم النار ما لازمش تكون قوية بزاف، قُلنا 180 درجة، 170 درجة، والبلا تاعنا ما يكونش في المنتصف، لازم يكون يعني نعلّيوه ونخلّيوه يطيب على يعني نار تكون قليلة نوعًا ما، وكي نشوفوه بدا يطيب يعني طاب لنا هذاك المورانج بدا يصفر لنا نوعًا ما الحبّات تاعنا من التحت يعني حماروا، نروحو نحيو الجاتو تاعنا ونخليوه يبرد ومن بعد نديكوريوه. شوفوا هنايا راهو في الفرن راهو يطيب، ما فزتش الشكل تاعو قعد هكاك يعني محافظ على الشكل تاعو، هنا راهو طايب نخليه يبرد ومن بعد نروح نحيه من البلاطو، دركا بعد ما برد كيما راكم تشوفوا هنايا نروح نحي الحبات، هنا تقدروا السنيوة تاعكم لأني أنا نطيب فيها دايمًا ما درتلهاش فرينة وما درتش بابي كويسون. إذًا بعد ما طاب الجاتو تاعي وبرد وكلش، نروح نجيب معجون، معجون هنايا درت معجون مشماش والكاوكاو تاعنا اللي هذاك المتوسط اللي نحيناه من هذاك الرطب قلنا درناه داخل العجين والمتوسط نزينو به الحواف، نروحو نديروه هنايا بالبانتو كيما راكم تشوفوا هنايا هاكا على الحواف ونديروه ونرمّدوه في هذاك الكاوكاو. ونضغطوا نديروا هاد العملية نضغطوا هكا باش ما يطيرلناش هداك الكاوكاو يعني يلصق يحكم مليح. أنا جرّبت لكم فقط 2 حبات هنايا، ونروح ندير المعجون في هذاك المنتصف، أنا درت لكم فقط بالملعقة، ماذا بكم نتوما تكملوا العملية تاعكم كامل تخدموهم تحطوهم في سنيوة، وتديروا المعجون تاعكم في لابوش وتبداو ديروا المعجون في المنتصف، هنا من الأفضل إذا كان درتوه يعني واحتفظتوا به، المعجون تاع المنتصف يعني يوم التقديم ولا نهار المهم نهار راح تحتاجوا هذا الكاطو تروحوا ديروا فيه هذاك المعجون، لأنه المعجون كيما نعرفوه ييبس. إذا نكمّل كامل الحبّات لهنايا المهم أنا زيّنت لكم فقط شوية، ونزيد نفكّركم بلي هاد العجينة يعني 250 غرام هاذيك تاع المارغرين والسمن خرجت لي 56 حبّة حلوى وكفات يعني نفس المقادير تاع لامورانغ نفس تاع العجينة كفاو يعني جات سوا سوا. إن شاء الله تكون الوصفة عجباتكم، إن شاء الله تكون خفيفة عليكم، وإذا كان عجبكم الفيديو ما عليكم غير تخليو لي جيم وكومونتير ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد وفي وصفة جديدة إن شاء الله، السلام.